لا، على كل حال يقلبوا يعطيو صورة وردية على أشنو كاين في الدار البيضاء، عندهم الحق. ولكن السؤال هو واش هذا الشيء اللي كيوقع في الدار البيضاء اليوم واش نتيجة اشتغال وعمل ديال المكتب ديال مجلس الجماعة، ولا عمل ديال وزارة الداخلية وديال السيد الوالي؟ كاين فرق كبير بيناتهم. نعم كاينة أمور كتنجز في مدينة الدار البيضاء اليوم، يعني في إطار واحد البرنامج موازي كيشرف عليه السيد الوالي، وفي جزء كبير منه كاين التمويل حتى ماشي من الميزانية ديال الجماعة، واللي جماعة الدار البيضاء المسؤولين فيها على الأقل ما سايقين ليه خبر، ما عارفين شنو كيدار، ما محدين الأولويات ديالهم حتى شي حاجة. حنا هادشي ما فرحانينش ليه بالمناسبة، فرحانين الإنجاز كيوقع. كبيضاوي ما يمكنلياش شي حاجة كتنجز في المدينة، شي طريق كتصايب أو شي جردة كتهيأ أو شي جسر كيتحفر أو شي حاجة ونقول لا ما بغيتوش يكون في الدار البيضاء. فرحانين التقدم اللي كيحصل على مستوى البنية التحتية، ولكن حنا ما مرتاحينش لهاد الحلول الفعلي ديال السيد الوالي محل المسؤولين المنتخبين في قضايا يرجع فيها الاختصاص اليهم، الى الجماعه ماشي الى السيد الوالي. ما يمكنليش نفرح ليه من الناحيه الديمقراطيه، مع احترامنا الكبير للسيد الوالي والمجهودات اللي كيقوم بها والديناميه اللي كيقوم. ما فرحانينش ليه ايضا من ناحيه اخرى، لانه في كثير مما يحدث اليوم كتهيئات وكاعداد ديال طرقات وديال جرادي وهذا والى اخره، كيكون من دون ان تكون الجماعه قد سلكت المساطر القانونيه المتعلقه بتسويه الاوعيه العقاريه، مما يجعل ما ينجز هو ظاهره التنميه وباطنه كنغرقوا الرويد ديال الجماعه في مخالفات ديال الاعتداءات الماديه. فاذا هذه الصوره. بكل اسف حنا هذا الشيء قلنا وغنبقاو نقولوا، ولكن حتى واحد ما كيسمع. طبعا اليوم كنجيو كاين يعني كاين امور ما واضحاش. اليوم كيفاش انت اليوم في الموضوع تاع الميزانيه كتراهن على باش دير واحد رقم معين يعني في كمداخل، وانت كتعطيني معطيات فيها اشكال لانها ليست معطيات صادقه. انا عطيتهم امثله ما قدرتش نجاوب عليها السيد الرئيس. انت كتعرف بانه الاراضي العاريه في التراب ديال مدينه الدار البيضاء المساحات ديالها كانت يعني التراب ديال مدينه الدار البيضاء بقى هو ما تزادش، معناتها ان الاراضي الغير المبنيه ما غتكونش تزادت، الا ما نقصتش ما غتزادش. طبعا خلال هذه السنه واش كانت الجامعه كترخص ببناء عمارات ولا ما كانش كترخص؟ كانت كترخص، معناتها ان هذه المساحات الاراضي الغير مبنيه كتنقص. فما يمكنش اليوم تجيني في الميزانيه ديال 2026 ودير لي بانك كتوقع باش تدخل اعتمادات مداخيل ديال الرسم على الاراضي الحضريه غير مبنيه اكثر من داك الشيء اللي كنت متوقع في 2025. شي حاجه اللي كتنقص انت دير بانها غتزاد. يعني هذا الشيء ما عطاوناش اجوبه. كانوا كيكثروا علينا الهضره بانه داك الشيء ما يسمونه تثمين ممتلكات، وحنا كنسميوها عبث بالممتلكات ديال الجماعه. كانوا كيقول لك بانه كنديروا هاد التفويتات وهاد التثمين الى اخره باش نمولوا، باش نحققوا مداخيل، باش نمولوا يعني امور اخرى. سولهم شحال النسبه ديال التحصيل، ما وصلش حتى ل 10% من داك الشيء اللي كانوا كيقول، من الارقام اللي كانوا كيقولوا لنا. فهمتي؟ في الموضوع ديال النظافه، الخدمه ديال النظافه، العقد غادي يسالي هذا العام، ويلا غنديروا واحد لابيل دوفر، يلا غيدار واحد لابيل دوفر هما متكتمين عليه. من بعد ما كان المجلس اللي فات درنا واحد الجوله ودراسات، درت جوله في المقاطعات ودرنا ايام دراسيه نتفاتحنا فيها على الجامعه وعلى الجمعيات المجتمع المدني ودرنا مهله قصد تلقي المقترحات تاع المواطنات والمواطنين. هادو دابا ضاربين الطم ساكتين. اش من نوع ديال دفاتر التحمل غنديروا، شنو هي المواصفات ديالها الى اخره. العقد غادي يسالي،
التحضير لصفقه جديده متكتمين عليه، وجايين لنا في الميزانيه باغيين يرفعوا الاعتماد المخصص لخدمه النظافه في المدينه. النظافه ستدير الجمع ونقل النفايات المنزليه، ياك رافعين الاعتماد من مليار فاصلة 3 لمليار فاصلة 6 ولا ما عرفت مليار فاصلة 7. على اش من اساس انت بغيتي تزيد؟ فاذا كاين اشكاليات يعني بالجمله. والمقابل ديال هذا الشيء، المقابل ديالو جوج الحوايج. الاولى هو انهم رفعوا من المخصصات الماليه لبعض الاسطور في الميزانيه اللي كتتعلق بخدمه هواجس انتخابيه. والحاجه الثانيه ان كل ما تم تخصيص اعتمادات له في اطار الميزانيه بعيد كل البعد على التجاوب مع الخطابات الملكيه، سواء ديال خطاب العرش او خطاب افتتاح السنه التشريعيه في البرلمان، حيث صاحب الجلاله اكد بانه ما يمكنش نسمحوا بمزيد باستمرار الفوارق المجاليه والتفاوتات المجاليه، وخصنا جيل جديد من البرامج التنمويه الترابيه المندمجه. هادو بجوج ما كاينينش. الواقع هو انه كاين اخلال بمبدا العداله المجاليه. حنا عطيناهم بالمعطيات، قلنا لهم اليوم الصفقات اللي كيتفتحوا ديال واحد 4 المقاطعات كلهم من الحزب اللي كتنتمي ليه الرئيسه، وكاين عندنا واحد القائمه ديال اتفاقيات المجلس مصادق عليها ما ينفذ منها فقط هو بالنسبه لبعض المقاطعات المحظوظه، بعض المقاطعات المحظوظه. وراكم شفتوا تبعتوا معنا في المعرض ديال هذا الاجتماع الرئيس ديال مقاطعه الصخور السوداء، وهو مكونات الاغلبيه الاتحاد الدستوري، ناض كيتشكى وكيقول اللهم ان هذا منكر. فلذلك حنا للاسف الشديد امام واحد مكتب، يعني ما عرفتش غادي نقول، هادشي في حق اقل ما يمكن نقول هو انه ما كتستحقوش مدينه الدار البيضاء، ما يمكنش يطلع بالادوار ديالو اللي فيها انتظارات كبيره ديال المغاربه وديال الساكنه البيضاويه وديال صاحب الجلاله وديال التحديات وديال الرهانات المستقبليه.